وانا كناخذ صور لهاد الفونتين الرائعه. بغيت غير ننصحكم واحد النصيحه: لا خرجتوا، لا خرجتوا مسافرين، لا خرجتوا رحله، لا خرجتوا نزهه، لا مشيتوا لشي عراضه، ما تخليوش التكنولوجيا تلهيكم على بعضياتكم. ما تخليوش التليفون يقطع الحوار بيناتكم. لان عشت واحد اللحظه، ماشي كاع نقولوا خايبه، ولكن واحد اللحظه خلاتني نحس بان التليفون تيدمر. كما هو تيجمع، تتشوف حبابك، تقدر تهضر معاهم واخا بعادين عليك، تقدر تشوفهم واخا بعادين عليك، ولكن راه تيفرق، راه تيلعب الدور ديال شي حاقود، شي حاسود اللي ما تيبغيش العلاقه تكون زوينه. آه تيبقى كل واحد ملهي بالتليفون، تينسى ان راه معاه شخص اخر. ما تيحسش به، هو ماشي ما تيحسش به داخل ديال ربي، عالم على الاعماق ديال داك الشخص، وعالم على الحب وعلى النوايا ديال داك الشخص، ولكن تيمشي مع التليفون، تيمشي مع نقدر نسميها آفة. لانها هاد التكنولوجيا راها سلاح ذو حدين، راه بقدر ما تتجمع راها تتشتت. لان هاد التليفون راه خرج على عائلات، خرج على مناصب، خرج على ولاد ووالديهم، خرج على خوت مع خوتهم، خرج على عمل، خرج على الدراسة. يعني قاتل. شتي هاد التليفون راه قاتل، راه مدمر. هاد التكنولوجيا بقدر ما هي عندها ايجابيات، وبقدر ما هي تتلعب دور مهم في التقدم ديال الانسان يا جماعه، بقدر ما هي تتخرج على تتشتت الشمل، تتخلي تتبعد التلاميذ على الدراسه ديالهم، تتبعد الحباب على بعضياتهم. ونتمنى ان هاد الصوت ديالي يوصل، ويوصل للآباء، ويوصل للأبناء، ويوصل للإخوان والأخوات والأصدقاء والصديقات. حاولوا ما أمكن تخليوا التليفون إيجابي، حاولوا تستعملوه بطريقة معقلانة، حاولوا ما تخليوش يأثر عليكم سلبا. شوفوا وخذوا الجانب الإيجابي، لأن هاد التكنولوجيا راه تتخلي ناس تيعانيو، وناس تينجحوا، ناس تيطمحوا، ناس تيحققوا الاهداف ديالهم، ولكن في نفس الوقت راها تتخلي ناس اخرين تيفقدوا حياتهم بالمعنى الكلمه. لان كاين اللي ولا مدمن على الانترنت، راه في السبيطارات، راه في المستشفيات ديال الامراض العقليه، راه في المنفى راه في الدار وفي المنفى، لان العائله كلها تتولي في منفى، كل واحد بوحدو. ما تتعرفي ولدك واش خرج ولا دخل، واش راجلك جا، واش كال وما كالش، واش المراه كاينه في الدار واش ما كايناش. يعني نتمنى هذا الصوت ديالي يوصل للاذان، ويلقى اذان صاغيه، ويكون عنده واحد الوقع على اي واحد سمعه. وشكرا.